اخوان السلام عليكم. شحال من واحد من بعد من يسمع هذه القضيه ديال التسويه الضريبيه تيقول لك اودي علاش حنا غنديروا هذه المساله هذه كلها؟ علاش اللي ما الدوله تقبط العمله ديالها وتبدلها؟ بمعنى انه مثلا 50 درهم اللي كاينه دابا ولا 20 درهم ولا 100 درهم و 4000 ريال وزيد حتى الدرهم ولا 10 ريال وكاع لي بياس اللي عندنا كله، غتقول لك الدوله هادو ما بقاوش خدامين وغتعطيك واحد الاجل. تقول لك مثلا من هنا عام ولا من هنا عامين اي واحد عنده هذه العمله هذه راه ما تبقاش خدامه، وغادي نديروا واحد العمله جديده وهي اللي غادي تبقى خدامه. ديك الساعه اي واحد كيف ما كان وفين ما كان حاطط الفلوس هادو على اي سبب كان حاطهم، من المفروض عليه انه يجيبهم ويحطهم في البنكه ويقول لهم هاد الفلوس ديالي. الا ما دارش هاد العمليه ديال الفلوس ديال واحد المره ما تبقى عندهم حتى قيمه، مع العلم انه بزاف ديال الدول داروا هذه، واعظمهم او اول واكبر قصه ديال الدوله اللي دارت المساله هذه هي الهند. فاي واحد تيخمم مع راسو هذه القضيه تيقول علاش الدوله ما ديرش هذه المساله هذه؟ هذا هو السؤال الاول اللي غادي نجاوبوا عليه. وكاينه المساله الثانيه، منين الدوله حاصله في الفلوس علاش ما تقبضش الفلوس وتطبعهم؟ شحال خاصها 10 المليار؟ طبع 10 المليار. غادي نجاوبكم على القضيه هذه ونشرح لكم بانه راه من اصعب القرارات اللي تقدر ديرهم الدوله هي انها تغير العمله ديالها اولا تبدل الشكل ديالها وتوك القديمه ما خداماش. وغادي نشرح لكم علاش ما غيمكنش للدوله تطبع، وحتى الا بغات تطبع كاين واحد الحوايج اللي تيكونوا صارمين وخصهم يتخدموا بواحد الطريقه اللي هي تكتيكيه بزاف. تبع معايا مزيان. اول حاجه نبداو بها هي المساله ديال انه كيفاش انه الدوله ما اقترحتش هذا الاقتراح هذا اللي هو يقدر يطرح لاي واحد طريقه بديهيه. الناس كتقول بان كاينين واحد الناس الفلوس حاطينهم في الدار، كاين واحد الناس دايرهم في الكوفر فور، كاين واحد الناس حاطه الفلوس ما بغاش تبينها لمجموعه من الاسباب. كاين مثلا واحد السيد اللي خدام في واحد التجاره اللي ما يمكنش تعرف النوع ديال التجاره ديالو، الا عرفتي النوع ديال التجاره ديالو غيطيح في واحد المتابعه. كاين واحد السيد اللي خدام في واحد القطاع غير مهيكل، الا مشى جبد الفلوس خصو يخلص عليهم الضريبه، وتيبقاو مخبين الفلوس ديالهم في الدار في الكوفر فور. كاين اللي في واحد الوقت اللي عقلت راه كانت الناس كتدفن الفلوس ديالها، كاين الناس اللي كيحولهم للذهب وكيدفنهم، كل واحد وشنو كيدير. فاول حاجه خاص تعرف هو انه فاش كتبغي اي دوله تبدل العمله ديالها ما يمكنلكش تخيل الكلفه ديال هاد العمليه شحال كطيح. غتقبض دوك الفلوس كاع اللي عندك وغتحيدهم وغتجيب واحد الفلوس وحده اخرى خصك تطبعهم. الناس اللي غيسهروا على الطبع فاش غطبع هادشي خصك تقبض لي سيستيم ديال البنكات كلهم تعاودهم، خصك ترونسبور باش ترونسبور ديك الفلوس لكاع انحاء ربوع المملكه. هذه المساله هذه الثمن ديالها غيتقام بواحد التكلفه باهظه. تيقول ودي انا هاد التكلفه هذه عوض ما انني انا ندير هاد القضيه هذه وغادي ندخل الفلوس، اللهم ندير طريقه واحده اخرى باش ندخل ديك الفلوس، وهاد الفلوس اللي كنت غنصمها انايا نمشي نصرف في شي قطاع اللي هو مهم بحال الصحه ولا التعليم ولا شي حاجه واحده. المساله الثانيه شنو هي؟ المساله الثانيه انه واحد الدوله الا مشات تقبض هاد الفلوس وقالت لك اودي غادي نبدلهم، كلشي غادي يتخلع، الثقه غطيح. حتى فاش غيجي واحد السيد مثلا يبغي يستثمر غيتخلع، يقول عندك نمشي نستثمر انايا وهذا الشيء هذا ما بانش ليا، ما كاينش استقرار اقتصادي. بلاتي يا خويا ما ندير والو، غادي يكون واحد الركود اقتصادي، كلشي غيتخلع، كلشي غادي يفراني. لانه اي واحد قلتي له واحد الدوله غتبدل العمله ديالها اول حاجه غطيح له في البال شنو هي؟ ياك ما كاين التضخم، ياك ما كاين شي مشكل، ياك ما الثقه في العمله غطيح. وفاش نقولوا الثقه في العمله غطيح تنقولوا الاستثمار كيهبط، المستثمرين ما كيزعموش. واهم مساله هو الانهيار ديال القطاع غير مهيكل. كيف ما كنعرفوا بزاف ديال الدول ومنهم المغرب العائدات ديالو طرف كبير منها جاي من القطاع غير مهيكل. فاش نقولوا القطاع غير مهيكل شكون هو القطاع المهيكل؟ بحال الميكانيسيانات، بحال النجاره، بحال الناس اللي كيصاوبوا البنوات، بحال جميع يعني واحد قطاع تيجينيري واحد العائدات كبيره. فاش انت غادي تبدل العمله هاد الناس كلهم خدامين في قطاع غير مهيكل، يعني اغلبيه فيهم يعني واحد الطرف كبير ما كيصرفش بالضرائب، ما غيقدرش يهز فلوسو ويمشي يحطها، غيبقى واقف، يعني غيطرا واحد الركود. فاش غادي تحبس داك الاقتصاد الغير مهيكل الاقتصادات كلهم غيهبطوا. مساله واحده اخرى الاخوان، فاش غادي تبغي تبدل العمله او غتعطي مثلا واحد الاجل تقول من دابا عامين هاد العمله مابقاتش خدامه واجيو الناس بدلوا هاد العمله هادي، شنو المشكل غادي يوقع؟ وتبع معايا مزيان هذه النقطه اللي هي مهمه. على سبيل المثال واحد السيد كيبيع واحد الدار
تيبيعوا على الدار، غادي تجي عنده انت السلام عليكم وعليكم السلام الله يخليك شحال هاد الدار هادي، غادي يقول لك اودي هاد الدار هادي ب 100 مليون مزيان، غتجبد باش تخلصو، غادي يقول لك اخو باش تخلصني واش العمله جديده ولا العمله قديمه؟ غتقول له ودي انا نخلصك بالعمله القديمه، يقول لك لا اخويا مبغيتش العمله القديمه، انا بغيت العمله الجديده. ودي انا راك عارف مع كذا مع كذا مع خصني هذا خصني اخويا الا بغيتي تخلصني بالعمله القديمه 130 مليون، غادي تعطيه 130 مليون، ها هي ديك الدار كانت تساوي 100 رجعت تساوي 130، غادي يجي واحد اخر غادي يسمي ساك خبر هاد لافير، وغتبقى غادا الامور هكذا حتى غادي يصدقوا الاثمنه كلهم غادي يطلعوا. فاش غادي تقاد العمله الاثمنه طلعات، يعني غادي يطرا واحد المشكل كبير في الاقتصاد الوطني. مساله واحده اخرى الاخوان، فاش الناس غادي يسمعوا بان العمله غادي تبدل ما غاديش يبقى عندهم الثقه في ديك العمله اللي كاينه ديك الساعه، شنو غادي يمشيو يديروا؟ غادي يقولوا عوض ما نخليو هاد العمله عندنا، عوض ما نبدلوها بالعمله الجديده، لا اش غندير؟ تيمشي يبدل لك هو اورو ولا دولار، كيمشي يقلب على الدوفيز اللي هو مضمون، تيقول انا حتى الا قلبتها بعد الدوفيز فلوسي مضمونين، اما هاد العمله هادي لا ما عنديش فيها الثقه. وتيبقى من اكبر الاسباب اللي تيخليو بعض الدول انهم يبدلوا العمله ديالهم فاش كتكون واحد العمليه كبيره اللي دخلت لديك العمله في نطاق التزوير، فاش كتكون العمله طاحت في المشكل ديال التزوير فتما تقدر الدوله تفكر على انها تبدل العمله ديالها، واخا تكلفها تكلفه كبيره، ولكن فاش نهضروا على التزوير كنهضروا على المشكل اللي هو كبير اللي خصك تنوض ليه بالجهد. نجيو دابا الناس اللي تيقول لك ودي علاش الدوله ما تطبعش الفلوس؟ طبع الفلوس وتخلص الكريديات ديالها، وفين المشكل؟ اول حاجه خصنا نعرفوا هو انه لا بنك سونطرال اللي هي عندنا في المغرب، بنك المغرب حاطه واحد القوانين صارمه في الطباعه ديال الفلوس، ماشي غير يجيو طبع. المساله الاولى. المساله الثانيه، شحال هادي كان خاص اي دوله الفلوس اللي عندها مطبوعين القيمه ديالهم خصها تكون كتساوي القيمه ديال المخزون ديال الذهب. اليوم ولا الفلوس اللي عندك مطبوعه خصها تكون القيمه ديالهم كتساوي القيمه ديال الدوفيز اللي عندك في البلاد. مساله واحده اخرى الاخوان، الا طبعتي الفلوس وكثرتي من الطبيع ديال الفلوس اش غادي يوقع لك؟ غادي توقع لك الانفلاسيون، الاثمنه غادي تطلع. علاش الاثمنه تطلع؟ لان الفلوس تولي كثيره تولي موجوده، الاثمنه غادي تطلع وتقدر طيح في ليبر انفلاسيون بحال اللي طرا في الزيمبابوي، الفلوس طيح حتى القيمه ديالهم ما تبقاش عندهم قيمه نهائيا، يولي خصك 100 مليون باش تصاوب بياسه في الرويضه، ولا خصك 10 مليون باش تشري خبزه ولا باكيطه. عاوتاني مشيتي طبعتي الفلوس، المشكل اللي طراك شنو هو؟ المشكل اللي غيطرا لك هو انه القيمه ديال العمله ديالك غادي تطيح، وفاش غادي تطيح حتى فاش غتبغي تشري شي حاجه من على برا تامبورتيها غادي تامبورتيها غاليه الشاع. وحتى المستثمرين، واحد السيد باغي يستثمر غادي يجي يبغي يستثمر في واحد الدوله غادي يلقى بان فيها الانفلاسيون وبان العمله غادا والقيمه ديالها كطيح، علاش غادي نستثمر هنايا؟ ماشي اخويا لشي بلاد اخرى، ماشي لشي قنت اخرى، هنا ما نضمونش الريسك طالع. دونك اخويا بلاش. عاوتاني كنهضروا على ليكونومي غادي تطيح، وغادي نعطيكم مثال وتفهموا مزيان القضيه ديال طبيعه الفلوس. تخيل على انه انت عايش في واحد البلاصه فيها 1000 خبزه، 1000 خبزه هي اللي كاينه، وكاين 1000 واحد، وكل واحد عنده درهم، يعني كل واحد غادي يمشي يشري خبزه ويرجع في حاله. 1000 واحد غادي يشريو 1000 خبزه وسال المشكل. غادي يجيو عندك 1000 واحد وغادي نطبعوا لهم، يعني غادي نخرجوا لهم، كيف ما قلت لكم راه خاص الانتاج، خاص داكشي اللي يكون كيتنتج ديك الدوله خاص يكون غادي بالتوازي مع الفلوس اللي هي مطبوعه. فاش ما تيكونش الانتاج خاصك تحبس طبيعه الفلوس. هي هادي اللي غنشرح لكم دابا. دابا هنا ما كاينش انتاج، كاين غير 1000 خبزه، وهاد الناس عندهم 1000 درهم، كل واحد يقدر يشري خبزه مزيان. الانتاج غنخليوه هو 1000، ولكن الفلوس غنزيدوها، كل واحد غادي نزيدوه 9 ديال الدراهم، غادي يرجع كل مواطن هنايا عنده 10 ديال الدراهم، والخبزه كاينه غير 1000 خبزه. شنو غادي يوقع؟ هذاك السيد اللي كانت عنده درهم وغادي يمشي يشري خبزه ودابا عنده 10 دراهم، يشري جوج، علاش يشري وحده؟ يشري ثلاثه، كيمشي كيشري ثلاثه ما بقاتش خبزه لكل واحد، ومن الخبز شاف بان داك كان كيشري وحده ولا كيشري ثلاثه، يعني الطلب تزاد. فاش غيتزاد الطلب، حاجه اللي هي طبيعيه في السوق العرض والطلب، غادي يشوف راسو هو بان هذاك اللي كان كياخذ وحده ولا تياخذ ثلاثه، غادي يرد الخبزه كدير 2 دراهم، غادي يجي هذاك السيد باقي عنده 10 دراهم ويشري 2 خبزات وتبقى له 6 دراهم شيطه، غادي يزيد الثمن يطلع حتى غادي يولي الثمن ديال الخبزه ب 20 درهم، غادي يوليو هادو الفلوس ديالهم واخا كثيره وما تقدرش تشري حتى خبزه. فهذا اخوان هو ما مضمون هذه القضيه هذه اللي تيهضروا عليها الناس، يقولوا ودي علاش
الدوله ما تطلعش فلوس، اولا تيقول لك علاش اللي ما تبدلش العمله كاع وتخلي اي واحد يجيب فلوسو. كل حاجه ماشي غير اجي وديرها، كل حاجه خصك تحسب لها 1000 حساب قبل ما ديرها. تبارك الله عليكم والسلام عليكم.